يا صباح الفل عليكم. الساعة دلوقتي عندنا 5 الصبح. هتقولي لي صاحية تعملي ايه بدري؟ كل الناس اصلا بتصحى بدري هنا في امريكا. فانا عندي شغل، بشتغل substitute teacher زي ما انتوا عارفين. عندي شغل full day الاسبوع كله، ده عندي full day يوم كامل. فبضطر ان انا اصحى بدري اعمل اكل وحاجات زي كده. فالنهاردة صاحية بدري شوية كمان اكتر، كنت صاحية من الساعة 4. فقلت اعمل شوية الاكلات دي لان انا كل يوم بروح هناك. بصراحة انتوا عارفين السب تيتشر بناخد نص ساعة بريك بس او لانش، وباقي الوقت في الفصل. فعلشان اخد اكل فيه ريحة وبيض او اي حاجة فيها ريحة مش هتبقى حلوة قوي في الفصل. فكرت اعمل ايه؟ فكرت اخد وجبة اساسية معايا زي كده، واخد معايا سناك زي كده. يعني انا عندي كان عندي الجزر ده وعندي العنب ده. فانا قلت اقسم بقى 3 ايام. فقسمت كده الاكياس، يعني جزر وعنب، جزر وعنب وكمان انا بحاول ان ما اكلش عيش خالص الفتره دي، ولا عيش ولا سكر. منعت عيش وسكر، رز، حاجات زي كده. فباخد مثلا السكريات بتاعتي من الفاكهه. باخد مثلا كام عنبايه زي كده على جزر خضروات. هنا بصوا عملت اكياس تانية فيها خيار وفيها خس، يعني 3 ايام كده عشان يكفوا. كده 3 ايام. عندي ده الروست بيف ده، قلت اعمل بيه حاجة برضه. عندي برضو تفاحية قطعتها. يعني انا بحب اخد معايا اكل زيادة علشان ما يعني لو جعت الاقي حاجة معايا، او قد اصلا برجع بالاكل باكل حاجة بسيطة وخلاص. بس انا بحب دايما مع اي خروجة اخد حاجة معايا عشان بيحصل لي هبوط كده وتعب. فبحب لازم الشنطة يكون فيها حاجة. هنا كنت جايبة علبة من سامس، كانوا علبتين مع بعض، فيهم ايه؟ فيهم خس وفيهم آه شوية تشيكن كده صغيرين، وشوية بلاك بين، واللي هو الحاجات اللي عاملة زي الشيبس ديت، وواكامولي وتشيز. حطيتهم في علبة هنا عشان ما اروحش هناك اقعد افتح وكده. هي جاي معاها الصوص بتاعها، ده الصوص بتاعها. فالعلبة دي كده كده بتاعت اول يوم، النهاردة جاهزة. هجهز باقي العلب. طلعت الخس وغسلته كده، هقطع الخس ده صغير. انا قلت طالما كده كده اصلا انا جايبه العلبه دي فيها خس وفيها الحاجات دي، وهي اصلا صغيره، دي ب3 دولار. فانا عندي الخس في البيت، فقلت اقطع الخس. هعمل في علبه احط عليها روست بيف، والعلبه التانية هحط عليها تشيز، فتا تشيز. دي اليومين تانيين يعني. خلوني اخلص العلبه التانية واشرح لكم انا عملت ايه بالظبط. بصوا كده انا قطعت الخس. هبدأ ان انا احطه في العلب. جبت علبتين. طبعا انا عندي علب ازاز بس بحسها تقيلة قوي على الشنطة، فباخد علبة زي كده يعني على السريع، لان انا كده كده باخد مية معايا كتير، بحب المية. فالشنطة بتبقى مليانة مية، فبالتالي مش عايزة اكتر بقى في اتقل في بتاع الازاز وكده. طبعا انتوا خدوا اللي انتوا عايزينه في الحاجات اللي زي كده. العلب طبعا براحتكم خالص. عايزه اقول لكم ان انا مش خبير تغذيه ولا اعرف حاجه عن التغذيه، لكن بحاول على قد ما اقدر انا ابعد عن العيش والحاجات اللي هي مثلا. كنت بعمل سندوتشات اصلا واخدها معايا المدرسه واقعد اكل بقى. يعني اصحى الصبح اكل ساندوتش وهناك اقعد اكل برضو في وسط اليوم وفي اللانش وفي كل حاجه. فقلت لا، هحاول ان انا اخد حاجات صحية شوية، زي خس، زي خيار، زي حاجات زي كده خفيفة يعني، بحيث ان الواحد ما يزودش قوي يعني في الاكل. ونرجع بقى ناخد الوجبة الاساسية بتاعتنا في البيت. بس طبعا انتوا لو عندكم حاجات افكار تانية للاكلات اللي زي كده قولولي. يعني انا مش عارفة كل الحاجات، انا بحاول على قد ما اقدر ان انا ما اكلش عيش كتير، ما اكلش الحاجات الكتيرة اللي بتتاكل يعني. فلو حد بقى بيعمل نظام معين او ماشي على نظام معين ياريت يقول لنا عشان كلنا نستفيد، لان في ناس تانية برضو بصراحة محتاجة حاجات زي كده. عشان كده انا قلت اعمل لكم الفيديو بالطريقة اللي انا بعملها، لكن انتوا طبعا عندكم افكار تانية قولولنا عليها. بتعملوا حاجة معينة تانية قولولنا عليها. في صوصات معينة بتجيبوها قولولنا برضو عليها. لو انتوا عارفين صوص معين كده للسلطة والحاجات اللي زي كده قولولنا عليه. بصوا الصوص ده اللي كان جاي مع العلبة اللي قلتلكوا عليها، بس انا العلبة بتاعته رميتها. فانا مش عارفة الصوص ده ايه، بس عجبني قوي بصراحة. فلو تعرفوا صوص معين ياريت تقولولنا عليه. خلوني اعمل العلب التانية واوريكم انا عملت ايه.
بصوا انا كده خلاص حطيت هنا شوية وهنا شوية، مش عايزة اكتر قوي عشان ما يزيدش يعني في العلبة. فشوية اللي اتبقوا من شوية الخس حطيتهم هنا. انا بحب اخد خس معايا كتير بصراحة، يعني بحب الخس جدا والخيار، فباخد معايا كمية كويسة، حتى لو خدت كيس تاني بخليه معايا. فكده انا عملت دول. هنمسك بقى الفتة نفتحها، دي اللي هي بصوا قطعة على بعضيها. دي هفتحها وهوريكم بقى الدنيا فيها. بصوا ده شكل الجبنة من جوه. انا شلت الكيس ده وهي جوه اصلا علبة تانية يعني خفيفة. همسكها اقطعها وبعد كده هوريكم انا هعمل ايه. بالمناسبة انا بدأت اشرب برضو جنزبيل. ده جنزبيل بالليمون، جايباه من عند محل العربي. بس هجيب يعني الجنزبيل فريش بعد كده. هعمل منه من غير سكر. بدأت اشرب حاجات من غير سكر، اول مرة اعمل الحاجات دي اصلا، بس يعني هو الواحد بيحاول. بصوا قطعتها يعني زي مكعبات كده، بس هي عشان عميقة لتحت فتبقى طويلة شوية. حاولت ان انا اقطعها اصغر يعني صغير لان هي هتبقى طويلة لتحت. بصوا طبعا جبت العلبة دي، هبدأ بقى احطهم هنا بحيث ان انا احفظها بقى في التلاجة واخد منها. الفتة دي انا كنت جايباها من سامز، كانوا 2 مع بعض. طبعا في اللي هي المبشورة دي او اللي هي مش قطعة زي كده، بس انا جبت دي بناء على الناس قالوا لي عليها حلوة، فقلت اجربها وفعلا لقيتها حلوة مع السلطات اللي زي كده. بصوا كده حطيتها اهي، يعني بصوا لما نطلع قطع هتبقى بالشكل ده، هي طالعة كده يعني. هناخد شوية طبعا هنا وانا هبقى اقطعهم عادي بالشوكة وانا باكلهم، فهتبقى تمام. بس زي ما بقول لكم لو تعرفوا مثلا صوص معين حلو قولولي، ولو تعرفوا مثلا افكار تانية قولولي عليها، يعني احنا عايزين نفيد بعضينا. طبعا انا كان نفسي اخد بيض مسلوق، بحبه جدا مع الاكله اللي زي كده، بس بحس الريحه بتاعته وحشه يعني. لو خدنا بيض مسلوق تبقى الريحه صعبه قوي في الاوضه بتاعه اللانش فمش حابه ان انا اخد بيض مسلوق. لو تعرفوا حاجه بجد قولولي على موضوع ان انا اخد حاجه تبقى كويسه، يعني بيض مسلوق يعني اسلقه ازاي بطريقه ما يبقاش فيه الريحه اللي هي الصعبه بعد ما نقشره. فمش عارفه، قولوا لي افكار طيب، يعني انا معاكم اهو. قولوا لنا افكار عشان كلنا نستفيد، قولوا لنا بتعملوا ايه برضو في الشغل. انا عملت العلبه دي اهي، هاخدها معايا برضو بس دي يوم تاني يعني. عندي العلبه التانية دي هحط فيها اللي هو الروست بيف. بصوا الروست بيف دي هنزلكوا الصورة بتاعتها، حد كان بعتها لي وقال ان هي حلوة خالص، هي طعمها كويس، وفي حد قال ان هي حلال. فعشان الناس اللي برضو بتدور على حاجة بيف زي كده، هو زي اللانشون كده. بصوا ده شكلها، دي ب4.5 تقريبا من وول مارت، وفي موجودة في ألدي. ده شكلها اهو، وده شكله من جوه. هطلع كام واحدة اقطعهم واوريهم لكم. بصوا عشان تبقوا شايفين الشكل بتاعه، هي حجمها على فكرة مش كبير، يعني كام واحدة اللي فيها بس مش كتار. هنا مكتوب الدنيا بتاعتها كلها، المكونات وكل حاجة، وادي اسمها. هصورها لكم صور بحيث ان انتوا تشوفوها برضه. يعني طلعت هنا حتتين، هي حتى اللي هي رفيعة خالص. بصوا شكلها ده، وريحتها على فكرة حلوة. هقطعها وهوريكم. بصوا ده كده شكلها، ده اللي قطعته. هبدأ ان انا احطها بقى على السلطة او على الخس عموما. بصوا بقى شكله، وادي الجبنة، وطبعا ده اللي هو الجاهز ده مش محتاج. فكده كل التفاصيل دي اللي عملناها. حاسه انا دخلتكم في تفاصيل كتير واتلخبطتوا مني او حاجه، بس هي حاجات بسيطه قوي اللي انا عملتها، مش جامده يعني، مش كتيره. اول حاجه عندي خس وعندي خيار. هنلخص الموضوع، عندي تفاحه مقطعاها قطع صغيره، عندي هنا جزر، وعندي عنب. طبعا اي فاكهه عندكم متوفره تعملوها براحتكم خالص. انا دي اكل 3 ايام على فكره، يعني 3 ايام في المدرسه، فلو هاخد مثلا معايا النهارده هاخد ده وهاخد الخس، ادي 2، وهاخد العلبه دي. اوكي، يوم تاني طبعا هاخد ده وهاخد الخس، علبه الخس اهي، وهاخد ده كده.
تالت يوم هاخد ده وهاخد الخس واخد العنب ده. طبعا ده انا واخده احتياطي، لو اكلته تمام، ما اكلتوش ممكن اكله اصلا بديل للجزر وبديل للعنب، لان دي خلاص اتفتحت مش يعني هتبوظ، مش هينفع ترجع النهارده، فدي لازم تتاكل النهارده. التفاح لازم يتاكل. فدول كده واخداهم يعني قليلين خالص، لو جعت او محتاجاهم هاكلهم. طبعا الخس ده اضافي، حاجه اضافيه يعني، حاسه ان هي حاجات كويسه ان انا عاملاها النهارده وبكره وبعد. فانتوا بقى لو عندكم افكار قولولنا عليها عشان نستفيد. بتعملوا ايه؟ بتاخدوا ايه معاكم الشغل؟ حاجه سريعه زي كده. حد بعتلي بجد على موضوع الدايت، عايزين نخس، عايزين ادويه، عايزين حقن، عايزين مش عارف ايه، بس انا الحاجات دي معرفهاش للامانه. في امريكا معرفش الحاجات دي تتجاب ازاي، غير لازم دكتور هو اللي يقولكوا عليها. فانتوا بقى حاولوا تظبطوا شويه في الاكل زي ما بدات اظبط. انا مش بادئه من شهر ولا حاجه، ده هو يومين يعني مش حاجه. بس ادعوا لي بقى ان انا اكمل، وقولوا لي برضو افكاركم علشان كل حاجه تبقى ايه تمام. خلوني بقى احط الحاجات دي بقى وهوريكم الفاينل في الاخر. بصوا بقى عشان ما ننساش، انا بصوا عملتهم ازاي اهو كده 3 ايام متظبطين. فحلو ان الواحد يجهز حاجته كده علشان ما يجيش بقى ايه يروح يجيب له ساندوتش من اي حته ويبهدل الدنيا. فكده حلو قوي. فقولوا لي بقى ايه الحاجات اللي انتوا بتعملوها، اكلات بتجيبوها سريعه بتعملوها بالتقسيمات اللي زي كده وتاخدوها معاكم الشغل عشان كلنا نستفيد. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، واتمنى اكون ما رغيتش كتير وحكيت كتير معاكم وضيعت وقتكم على الفاضي. فلو استفدتوا من الفيديو يا ريت بس تعملوا لي لايك وتكتبوا لي كومنت حلو، وادعوا لي ان انا اكمل في الموضوع ده عشان الواحد بقى ايه يعني ايه ياخد باله بقى من صحته. يلا اقول لكم ربنا يكون معاكم ويومكم جميل زيكم. هنزل لكم اكيد صوره واقول لكم على الحاجات دي وتقولوا لنا برضو افكاركم. يلا صباحكم فل.